السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. يبقى احنا قلنا هناخد النهارده ان شاء الله الكليات الخمس. تمام. ماشي. واتفقنا ان هما الجنس والنوع الجنس والفصل والخاصة والعرض العام. تمام. وقلنا عندنا اولا ان المناطق، قلنا صنف الحدود الكليه الى خمسه اقسام. خمسه اقسام. تمام، اسمهم الكليات الخمس. الخمس. وطبعا الخمسه اقسام مصنفين الى نوعين، منهم ما هو اسماء ومنهم ما هو وصفات. ايه صفات. الاسماء اتنين منهم، يبقى الجنس والنوع. والنوع. يبقى الجنس والنوع هم دولت اسامي. تمام. اما تمام. الفصل والخاصة والعرض العام دول صفات، بنوصف بيهم حاجة. ماشي. تمام. والصفات دي ذات ماشي. نفسها مقسمة لقسمين، منها صفات أساسية جوهرية يعني مهمة جدا اللي هي الفصل، تمام. ومنها صفات غير أساسية وغير جوهرية اللي هي الخاصة والعرض العام. طبعا تمام. هناخدهم بالتفصيل واحدة واحدة. كده احنا فهمنا حتى الآن الايه ان الخمس كليات عبارة عن صنفين، يا اما اسامي صفات. يا صفات. مم. الاسامي حاجتين، جنس ونوع. ونوع. والصفات ثلاث حاجات. فصل. خاصة والعرض العام. حلو قوي. طيب ادي الصفات مقسمة، قلنا لكام قسم؟ اتنين. صفات جوهرية اساس. وصفات وغير أساسية وغير جوهرية. حلو قوي. الجوهرية قدامنا اهي. الفصل. معناها ايه؟ هي ضرورة، لا هي ضرورة لا يمكن أن يخلو الشيء منها. يعني حاجة. يستحيل تصور الشيء بدونها. امم زي. التفكير. اه، يبقى التفكير ده حاجة ايه؟ أساسية طبعا اساسية. للإنسان. اه، ينفع تخيل الانسان من غير لا ده كده تفكير؟ مجنون. تمام. يبقى الصفة الجوهرية هي ضرورية لا يمكن أن يخلو الشيء منها، ما ينفعش إن أنا أشيلها من، يعني ما ينفعش الشيء يخلو منها، إن هو إيه ما تكونش موجودة تمام. في الشيء ده. يستحيل تصورها، يبقى ما ينفعش أتصور إنسان بدون صفة أكيد. التفكير. تمام. يبقى لأننا لا يمكن أن نتصور الإنسان إلا بوصفه مفكرا. تمام. طب الصفات التانية اللي هي صفات غير. أساسية غير جوهرية، لا الخاصة والعرض العام. حلوة أوي. وخدي بالك بقى، الصفات اللي هي مم. الغير أساسية ديت أو الغير جوهرية بنسميها صفات عرضية. أهي صفات إيه؟ تمام. عرض. عرضية. يبقى ليها ثلاث أسامي، يا إما صفات عرضية، يا اما صفات غير اساسيه، يا اما صفات غير جوهريه. ماشي. تمام. يبقى كلمه جوهريه عكسها كلمه عرضيه، يبقى اللي فوق اسمها جوهريه واللي تحت اسمها ايه؟ عرضيه. عرضية. طيب العرضيه هي التي لا تعبر عن جوهر الشيء، يعني حاجه مش تمام. اساسيه قوي ولا عن اي جزء منه. طيب، وهي صفات يمكن ان نتصور الاشياء وهي موصوفه بها او بدونها عادي، يعني موجوده او مش تمام. موجوده عادي. ماشي. مش هتفرق معانا قوي، يعني لو قلنا اتفقنا كده إن الكليات الخمس تنقسم لكام قسم؟ اتنين. اتنين. اللي هم مين على الشاشة قدامك؟ هو مين دولت؟ أسماء وصفات. اه، شايف اللي على الشاشة؟ اه اسمه صفة. طيب. النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام. يبقى الاسم اما يجي نوع او ايه؟ أو جنس. او جنس. ماشي. طب والصفة تيجي ايه؟ فصل وخاصة وعرض عام. اوكي. طبعا احنا لسه برضو ما شرحناش كل ده، احنا طبعا اه. بناخد ايه الشكل العام يعني. أيوه أيوه. طيب، نوع زي انسان، جنس زي حيوان، الفصل زي مثلا كلمة عاقل، خاصة زي كلمة قارئ، عرض عام زي كلمة ماشي. نخش بعد الجد بقى. اه. يلا بينا. عندنا النوع دوت يا نيفين هو حد كلي. نوع هو حد كلي يطلق على عدة ايه؟ أفراد يشتركون في صفات مع.
معين. معينة. حلو أوي. يعني مثلا لما أجيب مثلا نيفين وعزت وعلي ونهى ومسعد وعادل وعبد الرحمن وفاطمة وأحمد، كلنا لنا صفات مشتركة اللي هي الصفات الإنسانية. تمام. فاسمنا نوع، إيه النوع بتاعنا؟ اسمه إنسان. ماشي. ماشي. يبقى مجموعة أفراد ليهم نفس الصفات أو بيشتركون في صفات كتير قوي معينة، فبيبقى ليهم اسم معين اللي هو النوع. تمام تمام. كده. يبقى مثل لقب أو كلمة إنسان يطلق على العديد من الإيه؟ يطلق على العديد من الأفراد لاشتراكهم في صفة الإنسانية. حلو أوي. ممكن مثال تاني زي كلمة مثلا مستشفى، دي نوع. ليه نوع؟ لأنها بتطلق على تمام. العديد من المباني التي أعدت لعلاج المرضى. يبقى مستشفى نوع يطلق على إيه؟ على العديد من المباني التي أعدت لعلاج المرضى. بالظبط. المدرسة نوع تطلق على إيه؟ على العديد من المباني التي أعدت لتعليم الطلاب. الله يفتح عليك. وهكذا بقى. العمارة نوع، النادي نوع. فاهمة؟ يبقى عندنا تمام. أنواع ياما أوي. الفيل نوع، الأسد نوع، الضبع نوع، النمر نوع. دي كلها اسمها إيه؟ أنواع. نوع. والنوع ده يطلق على عدة أفراد، عدة أفراد. ماشي؟ كده في مشكلة؟ تمام. لا. النوع سهل صح؟ جدا. طيب نخش على حاجة أكبر منه اللي هي إيه؟ الجنس. ماشي. مش احنا قلنا النوع عدة أفراد؟ يس. الجنس بقى أكبر عدة أنواع. يعني مثلا آه. لو جينا قلنا بني آدم وبني آدم وبني آدم وبني آدم أهم اسمهم إيه؟ بشر. اللي هو هنسميه نوع اسمه إنسان. ولو جبنا ماشي. فيل وفيل 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 اسمهم فيل، نوع اسمه فيل. لو جبنا أسد وأسد 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 نوع اسمه أسد. ماشي. وهكذا. تمام. جبنا نمر ونمر 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 نوع اسمه نمر. ماشي. كده اسمهم جنس. جنس. ها. تمام. ماشي. يبقى مجموعة ماشي. أنواع اسمهم إيه؟ حيوان. يبقى مجموعة أنواع اسمهم جنس. فلما أجيب إنسان وفيل وأسد ونمر يبقى اسمه تمام. أسد. هو حتى الإنسان من الحيوان؟ ما هو حيوان ديت مش شتيمة. حيوان ديت إنسان اللي هو معناها كائن حي يتحرك. ماشي. ما كيف الحيوان دي جاية من الحياة. يبقى حيوان ديت يعني أي كائن حي بيتحرك في صفات الإيه اللي هم اللي هو التنفس والتكاثر والغذاء يعني والنوم، الحاجات دي كلها يبقى اسمه حيوان. تمام. طيب. يبقى قلنا إذا اهوت قدامنا على الشاشة النوع الجنس ولا إيه هو إيه؟ عد كلي يطلق على عدة أنواع تجمعها صفات مشتركة ولا يكون مقصورا على نوع بعينه، مثل طيب. حيوان الذي يطلق على عدة الحيوانات. الله يفتح عليك. طيب. يبقى قلنا حيوان خلاص عدة أنواع صح كده؟ تمام. يبقى حيوان ديت إيه؟ عدة أنواع. ماشي. مثل الإنسان والأسد والقط وكل الحيوانات. وكلمة لفظ مبنى، مبنى ده أنت قرأتيه مبنى ولا قرأتيه ماشي. مبني؟ لا، مبنى. مبنى. ما هي عشان هي بس مكتوبة غلط، ما فيش نقطتين تحت ليها. أيوه أيوه. يبقى مبنى هو يعتبر الجنس، لأن تمام. تحتيه أنواع. يعني اللي هو المنزل ده نوع، المدرسة نوع، المستشفى نوع، المسجد نوع. ماشي. فهم أنواع. الجنس بتاعهم مين؟ يعني مين الأكبر منهم؟ كلمة مبنى بشكل عام بقى، مبنى أي مبنى. ماشي. حتى الآن في مشكلة؟ لا، برضو سهل. طيب. بقول لك العلاقة بين الجنس والنوع. العلاقة بين الجنس والنوع، ما دام الجنس يطلق على عدة أنواع يبقى الجنس أعم من النوع صح كده؟ الجنس أكبر. تمام.
شو عدة انواع، هو ابوهم يعني، هو اكبر منهم. اه. اي. وبالتالي عدد مصداقات الجنس، طبعا فاكر كلمة مصداقات بتاع الدرس اللي فات، ايوه فاكراها. اللي هو بيطلق على مين يعني. يبقى طالما بالظبط. الجنس اكبر يبقى مصداقاته اكيد ايه، اكيد هي اكتر من مصداقات النوع. طبعا. يعني بقول لك مثلا مصداقات كلمة حيوان ومصداقات كلمة انسان، مين اكتر؟ الحيوان. لانه الحيوان بيشمل الانسان والفيل والاسد والنمر وكله. بيشمل كله. الله يفتح عليك. العلاقة بين الجنس والنوع نسبية متغيرة وليست مطلقة. دي بقى ركزي لي فيها قوي بقى. حاضر. يعني مثلا لو جينا قلنا كلمة ايه. كلمة حيوان. تمام. كلمة حيوان دي تعتبر جنس المين؟ للإنسان والأسد والقط والدب والكلب كله. الله يفتح عليك. يبقى كلمة حيوان جنس اللي تحتها زي انت ما قلت كده. تمام. إنسان حيوان. و... و... لا، إنسان وأسد وفيل و... وكلب الله يفتح عليك. يبقى إذا كده الحاجات اللي تحت دي أنواع، صح؟ ده نوع وده نوع، وده صح كده. وده وحيوان بالنسبة لهم إيه؟ اللي هو التوب. اللي هو الجنس، اللي هو اه. الحيوان. الحيوان بالنسبة لهم جنس، صح؟ هو أبوهم يعني. ايوه بالظبط. طب ما كلمة حيوان برضو تعتبر نوع برضو، ب... بس بالنسبة للأعلى منها. ايه اللي اعلى من الحيوان؟ يعني كلمة اه لو إيه الأعلى من الحيوان؟ مش عارفه. كلمة مثلا كائن حي. يعني طب كان كائن حي حي. تعتبر نوع لكلمة كان ولا ما تنفعش؟ الله يفتح عليك. وكائن حي برضو تعتبر جنس بالنسبة للحيوان، وتعتبر نوع بالنسبة من كلمة كائن. اه. هي لفة بس حلو. يعني ماشي. يعني بص هديك مثال تاني. يبقى ممكن يبقى عندي انفين فيها تمام. الفاظ مثلا زي كلمة مثلا شجرة. ايه ده؟ تمشي ازاي ده هتمشي حاجتين؟ تمشي جنس ونوع ولا لا؟ في حاجة اكبر، اه ماشي، نخلة. ايه ده؟ يعني لو هي قلنا اكبر شجرة منها مثلا. طب بص الشجرة دي جنس، صح؟ جنس مين؟ برضه. شجرة جنس المين؟ نم نم. يعني إيه انواع الشجر مثلا؟ انواع الشجر. لا اه انواع، يعني المطاط مثلا شجرة، انت مش عارف. مثلا هتقول لي شجرة أرز، شجرة مثلا فاكهة، اه ماشي، دول ماشي. ماشي. شجرة صفصاف ده يعني. هو سمعت عنه. ماشي. ف- المهم إن شجرة تعتبر إيه هنا؟ جنس للرز والفاكهة والصلصال. ده اسمه شجر أرز مش رز. الرز ده الأرز حاجة والأرز حاجة. الأرز ده ده الأرز ده شجر ضخم بناخد منه خشب. مش أرز يعني. هو اسمه أرز ده شجر ضخم. أما الأرز ده اللي احنا بناكلوه ده حاجة تانية ده. أنا بقى معلوماتي عن الشجر ضئيلة جدا. ماشي. يبقى الشجر انواع، ماشي. يبقى اذا الشجره ماشي. تعتبر جنس. طب شجره برضو تعتبر نوع ولا لا؟ اه بقى للنخلة. لا الشجره مش من انواع النخل. اما انا ما اعرفش بقى والله، ما انا معرفتي للشجر ضئيلة. الشجره نوع من انواع النبات. ايوه صح. ماشي. يبقى اذا هنا ايه، في كلام ينفع جنس ونوع، لان ليه ابن وليه اب. طالما ليه ابن وليه اب يبقى يمشي جنس ونوع. ماشي.
خلاص، طالما في طب تحت منه وفيها فوق وفوق منه، يبقى يمشي جنس ونوع. طب ايه اللي مثلا ممكن تكون نوع بس او جنس بس؟ اقول لك انا، يعني مثلا فاكهه تمشي جنس ونوع برضه. طب طب تحت، ازاي دي بقى؟ اه فاكهه تعتبر، طب مش ليها انواع تحتها، يبقى تمشي جنس. ماشي. لا، ليها انواع تحتها، يعني مثلا تحتها تفاح، تحتها برتقال، ترى الله. فراوله، مانجا. مانجا. تمام. موز. موز، ماشي. يبقى الفاكهه ماشي. يبقى هنا الفاكهه جنس ليهم. طيب. ايه بقى اللي ما ينفعش يبقى ليه جنس، اللي ما ينفع، اللي هو اخر نوع تحت. مثلا كلمه التفاح مثلا ملهاش انواع. ماشي، يبقى التفاح ماشي. ده هو اخر نوع تحت. تمام. برتقال نفس الكلام، هو نوع ما فيش تحتيه انواع. فراوله اخر حاجه تحت، يبقى هي ما تعتبرش جنس، ما تنفعش تبقى جنس. اه طبعا. وهكذا. المانجا نفس ماشي. الكلام، اخر حاجه تحت ما تعتبرش تبقى جنس، هي نوع بس، نوع. طب مين بقى اخر حاجه فوق، اللي هو لا يمشي بس ما يمشيش نوع، اللي هو اخر حاجه فوق خالص؟ كلمه ايه؟ كائن. ليه؟ لان كان اه دي اه كان. لان كان دي يعني ايه، يعني كل حاجه موجوده في الدنيا كلها، ما فيش حاجه اعلى منها بقى. ايوه صح. وكلمه كائن دي احنا بنسميها جوهر، ليها اسم، يعني هم مناطق سموها جوهر، يعني ان هي تعتبر هي تمام. اخر حاجه. جوهر الحياة. ايه، جوهر الحياة. بالظبط، هي التوب، هي اخر حاجه فوق. اه هي البص. ايوه، البيج بوز، الله ينور عليك. يبقى كلمه كائن دي تبقى جنس بس ولا جنس ونوع كلمه كائن؟ جنس بس. طب كلمه فراوله؟ نوع بقى نوع بس. طب كلمه شجره؟ جنس ونوع. اه، طالما كلمه شجره في فوقيها وتحتها يبقى جنس ونوع. ماشي. طب كلمه نبات؟ جنس ونوع. بص عشان تريح دماغك، الجنس بس هتلاقيك دي بس كده، هي دي، ماشي. هي دي بس اللي جنس بس. والنوع تحت خالص ماشي. بقى، ده اخر حاجه تحت. كل اللي ما تمام. بينهم جنس ونوع. تمام. زي مثلا ما يبقى عندك الدور الارضي والدور الاخير، السطوح مثلا، الارض والسطوح. هل الارض تحتيه حاجه؟ لا هيبقى نوع والسطوح هيبقى جنس. اه، اللي هو نوع فقط وجنس فقط، لكن كل الادوار اللي ما بينهم تمشي جنس جنس. ونوع. اه، لان اي دور فيهم ليه في تحتيه وفي فوقيه. بالظبط. وصلت جدا كمان. الله اكبر. طب تعال كده نشوف الكلام ده اللي مكتوب لفظيا ده، ماشي. نمسحه ونشخبطه اهو. هنقرأ المثال ولا العلاقة بين الجنس والنوع؟ قلنا العلاقه بين الجنس والنوع، يلا قريها كده. العلاقة بين الجنس والنوع نسبية متغيرة وليست مطلقة، فالجنس يعد جنسا لما لما تحته لما الجنس، تحته. الجنس يبقى جنس لما تحته. اه من أنواع، وفي نفس الوقت هو نوعا لما فوقه من أجناس. خلاص، يبقى الكلمه جنس اللي تحتها ونوع من اللي فوقيها. تمام. يلا، المثال. شجرة تعد نوعا للحد نبات، وتعد جنس الشجرة شجرة الفاكهة. اه، يبقى كلمه شجره تمشي حاجتين زي ما قلنا، هي نوع نوع وجنس. النبات، وهي في نفس الوقت جنس اللي تحتها. تمام. الجنس الذي يعلو النوع مباشرة يسمى بالجنس القريب، والجنس الأعم يسمى بالجنس البعيد. يعني الجنس القريب هو اقرب حاجه ليك زي ماشي. بعض، هو اللي فوقيك على طول. الجنس البعيد ده بقى هو اللي زي الجد يعني. يعني مثلا تمام. لو قلنا فاكهه، فاكهه مثلا، ملح.
ايه جنسها القريب؟ يعني الاكبر منها على طول ايه؟ ماشي. شجر. شجرة. يبقى تمام. الفاكهه جنسها القريب مين؟ شجرة. شجره. هو اكبر، يعني الاكبر منها على طول شجره. والبعيد لكن البعيد نبات مثلا او كائن، يعني اي حاجه بعيده بقى. ماشي. ماشي. سهل جدا. ماشي. طب لو قلنا انسان، مين جنسه القريب؟ الانسان الاعلى منه على طول مين؟ الأعلى منه هو أنا البعيد عارفاه اللي هو الكائن، أما القريب منه مش عارفة صراحة. اللي هو الحيوان. أيوه صح. ما هو انسان من انواع الحيوان، يبقى حيوان ده اول حاجه. تمام. ماشي. يبقى حيوان ده هو اقرب حاجه للانسان، يعني هو النوع الاول تمام. الجنس الاول للانسان يعني ايه؟ حيوان. طب الجنس تمام. البعيد للانسان ايه؟ جنس بعيد للانسان هتقولي برضو كائن. تمام. ماشي. ماشي. طيب هنا في اهوت مثال، يعني في عالم اسمه فرفوريوس عمل ماشي. شجره، يعني شجره كده ايه تصنيفه يعني. اهي. قال لك اعلى حاجه فوق اسمها ايه؟ جسم. الجوهر. الجنس الأجنبي. ما بصي، جنس امم. الاجناس ده يعني ايه؟ اللي هو اعلى حاجه، اللي هو جنس، بس ما ينفعش يبقى نوع، يعني اللي هو السطوح يعني. ماشي. اللي هو كلمه كائن مثلا. ماشي. هي الشجرة إيه؟ فرفوريوس اللي عملها العالم اسمه فرفوريوس فسماها على اسمه. يبقى اعلى حاجه فوق اسمها ايه؟ كائن جوهرة. كائن جوهر. اللي هو ما فيش فوقيه حاجه، يبقى اسمه جنس الاجناس. تمام. تمام. طيب تحت تمام. الجوهر دي ماشي. تحتها في ايه وايه؟ حي وجماد. حلو قوي. يعني هنا كلمه حي وكلمه جماد يمشوا جنس ونوع. ليه؟ ليه ينفعوا جنس ونوع؟ لأن فوقيهم اللي هو الجوهر كائن الأكبر، اه. اللي هي بس تمشي آه جنس، ايه. اللي هي بس تمشي جنس. اه، يبقى كلمه حي تمشي جنس ونوع، لان في فوقيها وفي تحتيها. تمام. ماشي. آه. ماشي. هناخد مثال دلوقتي على كلمة على كلمة حي، يعني سيبك من كلمة جماد دلوقتي، هي تنفع برضه جنس ونوع، بس خلينا في كلمة ماشي. حي دلوقتي. تمام. طب كلمة حي تنقسم لإيه؟ كلمة حي. حيوان ونبات برضو يمشوا جنس ونوع، اه، عشان في لأنهم فوقيهم وتحتيهم، الله يفتح لأن عليك. لأن تحتهم بقى حاجات برضو. اه، يعني مثلا حيوان تحتها ايه مثلا؟ إنسان بقى وأسد وقط وفيل ماشي. طب هنا كلمة إنسان تمشي نوع فقط، فبنسميها نوع الأنواع. نسميها إيه؟ تمام. نوع الأنواع. اه. ليه نوع فقط؟ لأن مفيش تحتها أنواع تاني. اه هو إنسان بقى محمد أحمد اه. علي وخالد. تحتها أفراد بقى مش أنواع. أيوة. زي محمد. ودينا وهناء ورودينا. اه، يبقى أفراد. تمام. تمام. اه، سهل. اه جدا يعني مش حلو جدا. طيب. طب لو حبينا نكمل على كلمة نبات دي، يلا نعمله موضوع نبات ده، نعمله انا وانت عشان انا هنا مش هعمله على الكمبيوتر. نبات تمام. مثلا. لو حبينا نصنفها، هتقولي لي مثلا تصنيفات، يعني هتصنف النبات بشكل عام، زي مثلا هتقولي لي فاكهة، اه ماشي. مثلا خضروات، مثلا بقوليات. و ايوه بقوليات. عارفة البقوليات؟ اه اللي هي زي الرز بقى والعدس والحاجات دي. اه. اهو يبقى النبات لها تصنيفات تحتها، هي لها انواع. تمام. وكل واحدة من دي لها انواع تحتها، يعني الفاكهة
ليها انواع زي فيها عنب بقى. وبرتقال وهكذا، صح؟ الخضروات اه، برضو ليها والخضار انواع بقى زي البسله الخضار بقى، انت عارف، انت اضرب الكلام ده. ايوه. الفاصوليا الخضراء، مش عارف، القلقاس، مش عارف ايه كده يعني. اه. والبقوليات ليها انواع زي ما قلنا، عدس عدس وفول ولوبيا وفاصوليا. كل الحاجات دي. تمام. تمام. يبقى العلاقة بين الجنس والنوع ايه؟ لا تنطبق على جنس الأجناس اللي هو الجوهر أو نوع الأنواع اللي هو الإنسان فقط، لأنها علاقة مطلقة ثابتة. اه، يعني جنس الاجناس ده عايز اقول لك ان هو ما ينفعش يمشي جنس ونوع، ونوع طبعا. الانواع برضه ما ينفعش يمشي جنس ونوع. تمام. ده دروس سهلة وزي العسل. اللهم صل على النبي. طيب ماشي. لاحظ العلاقة بين الجنس والنوع. لا، قلناها دي لا تنطبق على جنس الأجناس اللي هو الجوهر أو نوع الأنواع اللي هو الإنسان، لأنها علاقة إيه؟ ثابت. ماشي. ده تمام. مثال تاني، هو مثال تاني. كلمة الجسم. عارفة الجسم دي يعني إيه؟ يعني أي حاجة موجودة في الدنيا برضه. إيه ده؟ مش الجسم اللي هو جسم الإنسان يعني؟ لا، لا، أي حاجة جسم. ما هو في بقى الجسم ده. الكلام ده أنت خدتيه في العلوم المفروض. الجسم بينقسم لسائل اه. أو صلب. أيوه صح. امم سائل أو صلب. السائل زي مثلا نفط. إيه النفط ده؟ اللي هو البترول، يعني عارفاه طبعا. اه. اه. البترول اللي هو البنزين والجاز والغاز والحاجات دي. يا أيوه. اما يا اما ميه، يا اما حليب، اي حاجه ماشي. سايبه. تمام. ماشي. ماشي. طب والماء ده نوع؟ قال لك في انواع زي إيه؟ يعني الماء ده مقسم لافراد بقى، لافراد. يبقى الماء ده ايه؟ نوع. طبعا. تحتيه افراد: ميه بحر، ميه نهر، مية. ميه ثلج، مية التلج. ميه عين. العين اللي هي اللي عارفه انت، الابار والعيون. أيوه والنفط برضو ليه انواع. النفط ده نوع ليه افراد. البترول والبنزين والمش اه، عارفة ايه. غاز. اه، يبقى بنزين وجاز وغاز كده يعني، اه. وهكذا. الحليب برضو ليه، ده نوع ليه افراد، مثلا حليب الابقار، حليب الجاموس، حليب الماعز، حليب الابل، كده يعني. تمام. ماشي. ندخل بقى على حاجة تانية. لا، لا، ماشي. احنا يعتبر قلناها يعني، بس برضو ايه. طريقة أخرى أو بشرح يعني بشكل آخر. اه، اه، بص، هو الجنس الوسيط ده مش عليكي، بس انا ايه، انا جبته برضو، بس يعني مش مهم بالنسبة لك يعني. ماشي. ماشي. يعني مثلا كلمة شجرة. عايز اقول لك ان جنسها قريب. لا، خلينا تحت، هو في مثال تحت اللي هو انسان. انسان ده نوع، صح؟ مثلا. تمام. او خلينا في الايه، في الانسان الاول هو شايفاه. اه. نوع جنسه القريب ايه؟ حيوان. جنسه الوسيط ايه؟ نامي. نامي يعني ينمو يعني، نام. اه. ماشي. وجنسه البعيد ايه؟ كائن. كائن. اللي تحت اللي جنبها كلمة تفاح. شجرة. يبقى جنسها القريب نبات. شجرة. والنبات نوع من انواع الشجرة، ثم بسيط. النبات، ثم كلمة كائن. تمام. هو هنا بقى الوسيط ده عليك انت ملغي، بس برضه يعني ايه، قلت اديك نبذة عنه يعني. عندنا حاجة اسمها الفصل والخاصة والعرض العام. بكل تمام. اختصار، عشان الفصل ده صفة أساسية ما اقدرش الغيها. تمام. يعني لما اقول الانسان مثلا كائن حيوان عاقل، ما اقدرش الغي العقل ده، ما ينفعش الغيه. ماشي. يبقى تمام. الفصل صفه اساسيه. وسميناه فصل ليه؟ لانه بيفصلنا عن غيرنا من اي نوع اخر. يعني لما اقول كلمه عاقل، يبقى هو ميزتنا احنا عن اي نوع اخر، ميزتنا. صح ايوه كده؟ طبعا. يبقى هي صفه صح. ايه؟ صفة جوهرية مميزة. مميزه. تمام اهو. اللي جنبها مين؟ الخاصة. الخاصه. هي صفه برضو مميزه برضو.
اهي بص تحت ماشي. مكتوبة مميزة برضو، بس مش بتشمل النوع كله يعني، يعني حاجة مش مهمة أوي يعني. يعني مثلا لما أقول لك الإنسان حيوان، تمام. حيوان قارئ، مش كلمة قارئ دي بتميز الإنسان؟ اه. بتميزنا صح عن باقي الكائنات الحية الأخرى، صح كده؟ وفي كائن حي بيقرا غيرنا؟ ايوه طبعا. جميل أوي. اكيد. بس هل قارئ دي بتشمل النوع كله أو لا حاجة طبعا. معينة؟ لا، ممكن في ناس ما بتعرفش تقرا. بالظبط. لما أقول الإنسان حيوان مثقف، مثقف دي بتميزنا صح عن أي حيوان آخر، اكيد. بس هل بتشمل النوع كله؟ لا. حلو أوي. يبقى كلمة خاصة هي بتميزنا بس ما بتشملش النوع كله. تمام. تمام. صفة غير جوهرية، ماشي. صفة أساسية تعتبر عرضية، تخص بعض أفراد النوع. اتفقنا؟ ماشي. طيب، تمام. اللي بعدها اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ العرض العام. العرض العام. عرض عام، أوكي. العرض العرض العام العام. ده، لا مش عرض، عرض. ماشي. العرض العام ده صفة بقى ما بتميزش عرض. حد خالص، ماشي. ما بتميزش حد خالص الصفة دي. دي موجودة في كل الأنواع. يعني زي كلمة يمشي مثلا، دي بتميز ماشي. حد؟ ايوه. لا طبعا. ما كل الحيوانات بتمشي. كلمة طبعا. يتنفس بتميز حد؟ ده النبات نفسه بيتنفس. بالظبط. كلمة يأكل، كلمة يشرب، كلمة يتكاثر في كلمات ما بتميزش الأنواع، صح؟ اسمها عرض عام. إيه رأيك في الاختصار صح. ده؟ ماشي. سهلة قوي. والله هو لذيذ جدا. طيب نحل بقى الأسئلة بتاعتنا في التليفون.